منورين مع يوميات ام ساندي. النهارده هنخزن حبه ملوخيه هتنفعنا وقت المدارس. تطلعي وتطبخي على طول، وطعمها احسن من الجاهزه بتاعت بره، وهتبقي وفرتي وهتريحك بعد كده. يعني دلوقتي الملوخيه رخيصه، هاتي وخزني. واي حاجه تبقى رخيصه، اي خضار في وقته لما يبقى رخيص هاتي وخزني، لان بعد كده الحاجه بتغلى. فانت كده هتبقي وفرتي فلوس ووقت، وبرضو الحاجه انضف من بره وطعمها احسن من بره. بس كده احنا حطينا ميه، حطينا فيها سكر وكربوناتو، ومحضرين ميه ساقعه التلج. يعني نحط الملوخيه في الميه اللي هي سخنه اللي فيها سكر وكربوناتو. هنحطها حوالي اقل من 5 دقايق، دقيقتين كده، ونطلعوها نحطها في الميه الساقعه، هندوها صدمه. بعد كده بقى هنطلعوا الملوخيه. هنعمله كل الكميه كده. انا كنت جايبه 10 كيلو ملوخيه. اللون اللي نزل من الملوخيه ده في الميه هو اللي بيخليها بعد كده تسود لو تخزنت لو اتخزنت خضره من غير ما تتعمل بالطريقه دي. هنصفيها بعد كده حلو من الميه، وهنضربوها في الكبه. انا مش مشغله صوت الكبه وكده عشان ما يبقاش فيه صوت هنفضل نعمله بقى كل الكميه بتاعتنا بالطريقه دي. بعد كده بقى بعد ما هنخلصوا الكميه كلها بتاعتنا هنعملوهم. طبعا 10 كيلو عملوا معايا 10 اكياس، حسب بقى الطبخه اللي انت بتبقى عايزاها قد ايه. الطبخه بتاعتك بتبقى قد ايه. وكل ما يبقى اي خضار رخيص هاتي وخزني. يعني هتتعبي يوم وهتوفري بعد كده ايام تانية تعملي فيها اي حاجه بقى في البيت. طبعا الوقت بيبقى قصير، وقت المدارس ما بتلحقيش تعملي حاجه، فكده ما تبقيش محتاره تعملي اكل ايه. ادي كده خلصنا الملوخيه، عبيناها في اكياس، عايزينها ندخلوها على الفريزر. وقت الطبخه تطلعيها قبل قبلها ب5 دقايق، وهتبقى اكنك لسه خرطاها. كده عندي عنب، وعندي بلح اسود، ودي حلاوه الموسم. هو الحلاوه دي جايه بعد الموسم، احنا جبنا ساعه الموسم وخلصت، ودي تاني عشان العيال عندي بيحبوها. ديت لحمه مفرومه وكبده وصدق وبيض. ودوت كركديه جاي من الصعيد، جاي من الصعيد. واللي جنب منه دوت همسكه دلوقتي واوريه لكم. فايش بتاع الصعيد اللي هو القراقيش. بوريكم دلوقتي لحمه مفرومه وصدق وكبده، وجنب منهم لبن. جايباه عشان هعمل صينيه سلام، مكرونه. اهلا بكم مع قناه فيديو تاني. يوميات ام ساندي. النهارده هنعمل طريقه تفريز الملوخيه مع بعضينا. طبعا انا ادي كنت الصبح ملوخيه في الدرس، مقطفاها، وقمت جايبه الحاجه دي غسلتها وانا حلو جايه ونشفتها. وعملتها، وهخلصها وهنزل تاني ادي اودي الكميه البنت الدرس. هنفرزوها مع بعضينا. دلوقتي ميه على النار تغلي، كده بقى يكون هحط الفيديو فيها بتاعنا معلقه سكر. خلص، واشوفكم على خير. مع السلامه. كده انا نازله اوديها الدرس. مع السلامه. متنسوش اللايك والشير عشان القناه تكبر بيكم. انا زعلانه منكم قوي ان ما بتحطوش اللايكات. متنسيش تحطي اللايك والشير. اشوفكم على خير، ومع السلامه في فيديو جديد.